مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم معانا حلقه جديده ونت تي في. دايما في نت تي في بنجيب الاخبار العالميه اللي حدثت خلال الاسبوع. بحرص ان هي تكون اخبار لطيفه وخفيفه، بس في نفس الوقت اخبار ثقافيه فنيه رياضيه، وكمان اذا كان عندنا اخبار عن الاثار في مصر او مختلف انحاء العالم بنحاول نجيبها لكم. اول فيديو مشاهدينا هنشوفه مع بعض تحت عنوان انجاز ياباني يكشف اصل القمر. قالت وكالة الفضاء اليابانية إن مركبة فضائية التقطت عينات لصخور من سطح القمر وأرسلت بيانات لتحليل هذه الصخور في خطوة يعاد القمر. وسيتم مقارنة التركيبات المعدنية للصخور وتلك الموجودة على الأرض ومعرفة العناصر المشتركة بينهم تبعا لنظرية الاصطدام العملاق، والتي تفيد بأن القمر تشكل نتيجة اصطدام الأرض بكوكب آخر ودوران كتلة أصغر منها. وبهبوط مركبة اليابان على القمر أصبحت خامس دولة في العالم تصل إليه بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين والهند. تعالوا نشوف مع بعض. الصين تختبر تكنولوجيا ال 6G. سجلت الصين تقدما تكنولوجيا في مجال الاتصالات عبر وضع أول قمر صناعي، وهذا القمر يعد القمر الصناعي التجريبي الذي وضع في مدار منخفض مجهزا لاستكشاف هندسة هذا المعيار الجديد مستهدفا سرعات واستجابة غير مسبوقة. ويقع القمر الصناعي لارتفاع مداري يبلغ حوالي 500 كيلومتر، مما يوفر مزايا مثل الانخفاض في التأخير، نقل البيانات بسرعة عالية، الأمر الأساسي للشبكات المستقبلية المتكاملة بين الفضاء والأرض. يعد هذا المشروع النموذجي بمثابة مختبر للتقنيات المبتكرة، بما في ذلك إدارة مرنة لوظائف الشبكة المركزية. تعالوا نشوف مع بعض.
نصف طائرة ونصف هليكوبتر. اجتمع رجال الأعمال والسياسيون في قاعدة طائرة الهليكوبتر في فرنسا للكشف العلني عن طائرة ريسر. وتبدو ريسر وكأنها طائرة هليكوبتر عادية، ولكنها تحتوي على جناحين، مما يعني أنها تستطيع الإقلاع عموديا مثل المروحية والتحليق بسرعة مثل الطائرة. تعتمد الطائرة العمودية على تصميم نصف الطائرة والنصف المروحية لطائرة إيرباص. في الوقت الحالي لا تزال طائرة ريسر بمثابة طائرة تجريبية، على الرغم من أن تكلفة تصميمها 200 مليون يورو، ومع ذلك إذا اكتسبت شركة إيرباص اهتماما كبيرا كافيا من المشترين المحتملين، فمن يدري، فقد يتم طرحها للبيع يوما ما. يلا بينا نشوف. رجل يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب قلبه. أصبح الرجل الذي أجرى عملية زرع قلب على يد السير مجدي يعقوب في إنجلترا في الثمانينيات من القرن الماضي هو المتلقي الأطول على قيد الحياة ليحتل مركز الصدارة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول رجل يخضع لعملية زرع قلب ويعيش أكثر من 39 عاما. كان بيرث يانسن من هولندا يبلغ من العمر 17 عام فقط عندما تم تشخيص إصابته باعتلال عضلة القلب، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. رتب طبيب القلب الخاص به مع البروفيسور الرائد في مجال زراعة الأعضاء المقيم في لندن السير مجدي يعقوب إجراء العملية. ليظل الرجل البالغ من العمر 57 عاما الآن على قيد الحياة لمدة 39 عام بقلبه المتبرع به. تعالوا نشوفه مع بعض. افتتاح أعلى مصلى معلق في العالم. شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرا افتتاح أعلى مصلى معلق في العالم، وهو يطل على الكعبة المشرفة ويقع على ارتفاع 483 متر عن سطح البحر، مما جعله أحدث إضافة سعودية إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويشغل مكان الصلاة هذا مساحة تصل إلى 550 متر مربع وتتسع لحوالي 520 مصليا.
وهو يتميز بتصاميم داخلية فاخرة وبأجواء تعكس روحانية عالية. وهنا تلتقي أساليب التصميم العربية التقليدية وعناصره الحديثة، وهو ما يظهر من خلال وسائل الإضاءة، لوحات الخط العربي التي تزين الجدران والأعمدة. تعالوا نشوف مع بعض. خمسة روبوتس تشبه الإنسان تعرف عليها. سمحت التطورات التكنولوجية بتصميم الكثير من الروبوتس الشبيهة بالبشر، ويمكن للروبوتس ببنية تشبه شكل الإنسان الحديثة محاكاة جوانب السلوك البشري وأيضا الكلام وحتى العواطف باستخدام الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي. ومنها الروبوت صوفيا، واكتسبت صوفيا اهتماما عالميا بسبب مظهره الشبيه بالبشر وتعبيرات الوجه التي تحاكي المشاعر الإنسانية. أما الروبوت أميكا يمكنه تحريك رأسه ورقبته وذراعيه وجذعه ووجهه من خلال وحدات منفصلة لتوليد تعبيرات أكثر واقعية، كما يتحدث بعدة لغات. أما الروبوت نادين فيستخدم هذا الروبوت الاجتماعي الذكاء الاصطناعي للتحدث ب6 لغات وتذكر وجوه الأشخاص وتفاعلاتهم السابقة. تعالوا نشوف مع بعض. هرم عملاق بإندونيسيا من أقدم الأهرامات في التاريخ. تعتبر تلال غونونغ بادانغ الاستثنائية والمؤلفة من هياكل حجرية قديمة في جزيرة جاوا الغربية في أندونيسيا مقدسة بالنسبة للسكان المحليين.
هم يسمون هذا النوع من الهياكل هرما متدرجا. وغونونغ بادانغ أقدم هيكل هرمي في العالم، وقد بني فوق بركان خامد قبل بداية عصر الزراعة أو الحضارة بالشكل الذي نعرفه. تكشف بيانات جديدة من علماء في أندونيسيا الآن أن جهته الداخلية قد تخفي غرفا كبيرة ومفتوحة ومليئة بعناصر مجهولة. تعالوا نشوف مع بعض. الصين ترسل أسماكا للفضاء لإجراء تجارب جديدة. للمرة الأولى الصين ترسل أسماكا إلى الفضاء لترافق طاقم المركبة الفضائية المتجهة إلى محطة الفضاء الصينية. الأسماك هذه لن تكون طعاما للرواد، بل لإجراء تجارب بحثية خاصة حول مقدرة الكائنات البحرية على العيش في الفضاء. الباحثون أرادوا اختبار الجاذبية وتأثيرها على نمو الأسماك، ووقع اختيارهم على سمك الزرد المعروف بكونه كائنا نموذجيا يستخدم بكثرة في الدراسات التنموية والوراثية، وكذلك قدرته الفريدة على التكدد والتطور الجيني السريع وتشابه أنسجته وأنظمته مع الإنسان. تعالوا نشوف مع بعض. للمرة الأولى الصين ترسل أسماكا إلى الفضاء لترافق طاقم شونشو 18 المتجهة إلى محطة الفضاء الصينية. الأسماك هذه لن تكون طعاما للرواد، بل لإجراء تجارب بحثية خاصة حول مقدرة الكائنات المائية على العيش في الفضاء. الباحثون أرادوا اختبار الجاذبية وتأثيرها على نمو الأسماك، ووقع اختيارهم على سمك الزرد المعروف بكونه كائنا نموذجيا يستخدم بكثرة في الدراسات الوراثية والتنموية، عدا عن قدرته الفريدة على التجدد والتطور الجيني السريع وتشابه أنسجته وأنظمته مع الإنسان. 第一次我们作为这个斑马鱼构建的这样一个生态系统，水生生态系统，如果能够在空间得到一个比较成功的应用的话，其实我们希望这个平台呢，未来给咱们国家空间站构建一个就是以斑马鱼作为研究对象的这样一个实验小型的一个实验平台。我觉得可以未来支持很多不同类型的以这种生物作为研究对象这种科学研究，可能会非常有价值。 وخلال المشروع سيتعين على رواد الفضاء الثلاثة نقل السمك في حوض مخصص للفضاء، ومن ثم إعادة بيوض الأسماك إلى الأرض، حيث ستتم دراسة تأثيرات الفضاء على السمك الصغير من خلال بيوضه الشفافة التي تسمح للعلماء برؤية الجنين بشكل مباشر. طرح أول كرة ذهبية للبيع في مزاد. ستكون الكرة الذهبية التي حصل عليها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا في مونديال المكسيك 1986 أول كرة ذهبية يتم بيعها في مزاد علني بعد أن أعلنت دار أغوت للمزادات طرحها للبيع. وكانت الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا مفقودة
طيلة 35 عاما بعد سرقتها من خزينة ودائعه بأحد البنوك في مدينة نابولي سنة 1989. وفي عام 2016 اشترى هذه الجائزة أحد هواة جمع التحف في فرنسا. مارادونا الذي توفي في نوفمبر 2020 فاز بجائزة أفضل لاعب في مونديال المكسيك بعدما قاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني في تاريخ بلاد التانغو بعد تسجيل 5 أهداف في النهائيات. وتسلم الأسطورة الأرجنتيني هذه الجائزة رسميا خلال حفل أقيم في باريس في 13 نوفمبر 1986. تعالوا نشوف مع بعض. علكة عمرها 9700 عام تكشف أسرار الإنسان الأول. أظهرت دراسة سويدية حديثة أن الحمض النووي الموجود في كمية من العلكة مضغها مراهقون في العصر الحجري، وعثر عليها في موقع أثري عمره 9700 عام في السويد يقدم إيضاحات عن أمراض الفم في تلك الحقبة. وتوفر الدراسة معلومات عن النظام الغذائي لهؤلاء السكان الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ. وقد عثر على هذه القطع من لحاء البتولة المبللة باللعاب والتي تحمل علامات الأسنان. تعتقد أن هذه العلكة كانت تستخدم مثل الغراء لتجميع العناصر بعضها ببعض، ومن الممكن أيضا أنهم كانوا يمضغوها للمتعة أو لأنهم كانوا ينسبون إليها مزايا علاجية. تعالوا نشوف مع بعض. وبكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا النهارده من نت تي في. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع المقبل وفيديوهات جديده ونت تي في.